العامة. طيب الناس اللي بتتخوف واللي بيجيبوا اخبار انه السودان والقاعده وما القاعده الروسيه، اللي بيجيب الخبر ده منو؟ بتجيبوا قنوات الدويله، دويله الدعارة، دويله الخمارات، دويله الشمارات، وقنوات الشمارات، قناه العربيه وقناه الحدث، قناه الفبركه، قناه الفتنه. السودان داير يبرم، ما نبرم احنا بابرينه في بيت امك، ما نعمل خط. سودان بيت ابو منو فيكم؟ نعمل علاقه مع روسيا، نعمل علاقه مع الصين، نعمل علاقه مع كل الدول، مع امريكا. انتوا تدخل امك شنو انت؟ ما لكم مال لا يظل. شنو قناه العربيه معذبانا والما بعرفوا لك قرف انه البرهان داير يبيع السودان. ما يبيع السودان، السودان حق ابوك انت؟ السودان حق ابوك؟ نسمع الشمارات دي. القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا تتحرك لإنهاء الحرب السودانية وسط قلق أمريكي متزايد من احتمالية تسببها في إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر. اللي بيجيب الخبر ده منو؟ دي ما امريكا، دي القنوات المفبركه بتاعت دوله الامارات. والسودان دوله اسيا. السودان لها الحق تعمل قاعده لبنان. منو انت؟ انت منو؟ وجعكم صح؟ اي التحرك الامريكي. ما تحركت امريكا، امريكا ما حتتحرك. امريكا ما عندها اي تحرك. انا عشان اوريك، عشان ما تسمع الكذب والنفاق. الولايات المتحده الامريكيه، المتحده الامريكيه، فهمتوا كيف ولا ما فهمتوا؟ الكلام ده لازم تعرفه انت، عشان الناس ما تقعد الليله الفيديو ده لافه، جروبات دي كلها لافه، خليه يلف. امريكا يا دوب عرفت، ما قالوا ترامب قال ما بيعرف السودان، قال ما بيعرف ان السودان حاجه. رايكم شنو انتوا؟ نحن دوله ذات سياده زي ما قال لك ادم، نفعل ما نريد، نختار الصديق والحليف اللي احنا دايرينه. احنا ما بلوي يدنا، ما في زول بيلوي يدنا احنا اصلا. دوله بتلوي يدنا ما في، نحن اللي بنلوي يد العالم. غصب عنكم تدون ان احنا عايزينه، تتعاملوا معنا احنا كدوله سودانيه، تتعاملوا معنا كجيش سوداني، غصب عنك. لا نحن ما في، تقدر تدعم الميليشيات دج، احنا معنا روسيا. نعم ايوه نعم، تعمل شنو يعني؟ نفتها 3 قواعد. والله امريكا تلف وتدور نفتها قاعدتين، قاعده روسيه وقاعده صينيه. وهاك البل احنا ما عارفين نفجع بحقنا. الطالبنا ديمون فضل شوفوا القحاطه دي اللي عندهم السودان خليه يجدكم له دج. امريكا دايره تتعامل مع السودان، الباب واضح، ما عندنا مشكله، ما في حاجه للجنجويد. جنجويد اللي يتحل ويتبل ويمشوا على الله. ما في حاجه اسمها حكومه مدنيه. الفتره الانتقاليه لا تقل عن 6 سنوات. عوده كل الشعب السوداني. غدا النعود فاتح لايف، ما تمشي له انت هناك قاعد هنا تعمل شنو؟ امشي شوف غدا النعود، امشي شوف هناك، امشي له، امشي شوف غدا النعود وين؟ اقعد امشي طوالي. تحياتنا لغدا النعود، ما تجي تكتب لنا فلان فاتح لايف. امريكا خايفه لمنو؟ امريكا خايفه لنفسها. امريكا خايفه لنفسها. الدول اللي بتجود دي دول، دوله الامارات الهسه عامله في الضجه دي كلهم، وديل القحاطه. الان امريكا تتحرك والسودان هيعمل قاعده. نعمل قاعده، نعمل قاعده. قاسم زيك
نعم القاعدة عجب الأحمر. فما الذي نعرفه عن القيادة الأمريكية المعروفة باسم أفريكوم؟ واحدة من القيادات الموحدة لوزارة الدفاع الأمريكية والمسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية والتعاون الأمني في القارة الأفريقية. أنشئت عام 2007 وبدأت عملها رسميا عام 2008، ورغم اعتمادها على شبكة واسعة من الشراكات مع الدول الأفريقية، فإن مقر القيادة ليس داخل القارة بل في مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث يدار التخطيط والقيادة العملياتية. وتعمل أفريكوم عبر أذرع متعددة: القوات البرية والبحرية والجوية الأمريكية، إضافة إلى وحدات العمليات الخاصة المنتشرة في عدة. انت امريكا خلوها، تعالوا لنا انتوا كامارات حقوا رجال يا الرجال. قولوا السودان ما يعمل كده، والله انا خلوكم اقسم بالله العظيم حق الرز ما تلقوه في العالم، حق الرز 6 الرز اللي بتاكلوا بالكبسه ده والله ما تلقوه، والله ما تلقوه. اسمعوا كلامي ده كويس كده. الجنجويد دايرين الكلام ده يخطوا سلاحهم الليله قبل بكره، الليله قبل بكره ما عندنا مشكله، يطلع من كل المناطق اللي هم قاعدين فيها، ما عندنا مشكله. لكن اخواننا في كوده، كوده فلول شاله عديل بقول لك ميرسي. كوده فلول شاله، نام ايوه نام. كوده يصل لنا فيها الفجر، يصل لنا فيها الظهر بمشيئة المولى عز وجل. عديل تبقى بس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. التقدم جيد فتك. بعدين الحاجة السمحة أنه أخواننا في الحركة الشعبية واقفين مع الجيش السوداني، واقفين مع الجيش السوداني. الكلام ده بنقوله عديل. أكثر جهة الآن هتتحرر بإذن المولى عز وجل قبل كل المناطق جنوب كردفان، هتتعافى تماما وبعزيمة الرجال. أرينا الأبطال، أبطال السودان وأبطال الحركة الشعبية. عليكم السلام أستاذ عمار زيك. بإذن المولى عز وجل قربنا، احنا بنقول الكلام ده قربنا قربنا. قام نزلوا من البلد مشوا قريب ده ما تلقى، في ناس كتار ما حتلقوا، كله بينزلوا شرب 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 شرب. الامور طيبه. والقاعده الروسيه دي ما بس امريكا بتخاف منها، الاوروبيين ذاته خايفين. اكثر الدول هتخاف، الدول الاوروبيه خايفه انه روسيا يكون لها قاعده هناك. مش ما دايرين قاعده روسيه هي ادينوا الدعم السريع كميليشيا ارهابيه كلكم بامريكا. تفضل. نعم ايوه نعم، ده الشرط، ده الشرط الاساسي، ادانه الميليشيات كميليشيا ارهابيه وادانه دوله الامارات والدول الداعمه مع الامارات. وما عندكم معنا شغله ثانيه، انتم ما عندكم شغله. شبيك لبيك مياه الاقليميه الدوليه بين ايديك، سبونكم تمشي اي حاجه ما عندنا مشكله. مرحب بكم يا اخي، لانه عندنا معكم عداوه. اجيبوا معنا بس. رايكم شنو؟ كنابينا كنابيتهم ما تتبلوا بس ما عندنا حاجه. والله تتبلوا زي اوكرانيا، والله تتبلوا. بامريكا بامريكا امريكا هتصادم روسيا والصين يعني؟ تتلعبوا ليه ولا شنو؟ السودان دي حاجه ثانيه، الصفقه دي كبيره. لا امريكا هتهددنا بعقوبات، نحن ما محتاجين لامريكا. لا هتعمل عقوبات، تفرض عقوبات على منو؟ امريكا تفرض عقوبات على السودان في شنو؟ هو في شنو ذات الحين يجوا من امريكا؟ ما الدول الصين الان نحن ما نمشي الدول الثاني ذاك
الشغل الثاني ده ما لنا مال امريكا وما لنا مال، والله الدولار ده ما يخش السودان. والله امريكا ما تقعد كويس، والله جمرك بالدولار في بور السودان ذاته بكون ما في. افريقيا دي كلها نكفلها. الله قرب افريقيا ده جد نكفلها من هنا لحد الكاميرون، ما عرفت نكفلها لحد النيجر. احنا افرضوا لنا العقوبات على الميليشيات، صنفوها كميليشيا ارهابيه، شنفوها كميليشيا ارهابيه والمتعاونين معها. تعالوا ارجعوا السودان، ما عندنا مشكله، غير ده بل يا صاحبي ما في حل ثاني. حل ثاني ما في. ما تعشم والله ما تعشم انه احنا نتنازل. احنا ما حنتنازل عن السودان، ما حنتنازل. فهمت؟ ما حنتنازل عن حقوقنا. وده الملف الان الشاغل، القنوات كلها قاعده تشتغل فيه، ده الترند انه ترامت ولا الملف. ما في مشكله. زولكم ده كذاب صح؟ حاسبته؟ نعم حاسبته ولا ما حاسبته؟ الوفد النرويجي قال امريكا ما عملت اي ورقه. طيب الورقه بتاعت المبعوث الامريكي بتاعت القرن الافريقي ده جابوا من وين الكلام ده؟ يا زعيم كيفك؟ ان شاء الله كويس اخويا حبيبي والله. الورقه دي جابوها من وين؟ ورونا. احنا ما عندنا عداوه مع امريكا، ولا عندنا عداوه مع اوروبا، ولا دايرين عداوه مع امريكا، ولا دايرين عداوه مع اوروبا. احنا ما دايرين عداوه مع اي دوله. بل الدول اللي تبنت علينا والدول اللي دعمت الميليشيات تحاكموها، تفرضوا عليها عقوبات، وتصنفوا الميليشيات دي ميليشيا ارهابيه، والفصائل المندويه تهدى، والباقي خلوها علينا. انتم ما عندكم شغل. ما عندكم اي شغل. رايكم شنو في الكلام ده، في المخترع ده يا فرد؟ احنا ما دايرين حاجه، احنا ما ضد امريكا ولا ضد اوروبا. مرحب بالاستثمارات الامريكيه، مرحب بالاستثمارات الاوروبيه، مرحب بكل الشركات. احنا ما ضد اي دوله، احنا ضد الدوله الامارات العربيه المتحده اللي بتدعم الميليشيات. والامارات خلافنا معها لانه هي مقومه الحرب، وثبت جليا هي مقومه الحرب. ومن حقنا انه كدوله سودانيه، كدوله وجمهوريه، احنا دوله عضو في مجلس الامن. دوله ما دوله ساكن، نحن دوله في عضو مجلس الامن. ما في زول بقرر لنا، نحن اللي بنقرر. كلابك ديل جواسيسك ديل صنفهم. شفتوا المياه الاقليميه دي صعبه شديد ولا ما شفتوها؟ يا دوب عرفتونا. لا الجيش ده ارهابي، ما عندنا شغل، ما عندنا اي شغل. لا ما في اسلحه كيماويه. ما احنا ما عندنا سلاح كيماوي. السودان ما خشاه سلاح كيماوي اطلاقا. من وين خش؟ السودان محظور له كم سنه. السلاح ده جاي من وين؟ السلاح الكيماوي ده. السلاح الامريكي مسكناه، السلاح الاماراتي مسكنا كل الاسلحه المضادات للطيران، القام امريكيه غير قضبطناها اماراتيه، واجهزه بتاعت تشويش كلها قبضناها. وقبضنا بطاقات وضباط وقابضين وجاقمين كتار جدا، كولومبيين، اماراتيين، تشاديين، نيجيريين، ماليين، ين دول ليبيين ذات، جنوبيين. انت ين دي كيف؟ ين الين ذات.
سفلة. جيتونا في المحل اللي احنا دايرينه، ودي اللفة يا صاحبي، دي اللفة دايرينها نحن، ما عندنا معكم خلاف. الآن رئيس المخابرات العامة الفريق أول مفضل ووفده الميمون الآن هم في دول أخرى، وزير الدفاع جمهورية السودان في دول أخرى، والوفد المرافق له. فهمت؟ طيب، في خبر متداول أنا عشان ما أنساه. المرة اللي قبل كده جغمت الناس، الجغمت ورفعت اسم السودان فوق في المؤتمر دي، قالوا المرة دي قالوا شالوها برا. أنا ما أعرف الكلام ده صح ولا خطأ. إذا شالوها الليلة يشيلوا رئيس الزول كامل إدريس ده يشيلوه برا. المرة دي لو انشالت كامل إدريس ينشال برا طوالي طوالي، يشيلوه برا برا يا رب ميت، ويجيبوا المرة دي في محلك، والله نجيبوها في محلك. حلفنا مرة دي لو انت شلتها صحيح صحيح قسما وعظما. اتمنى الخبر ده يطلع ما صح. مرة دي انت شلتوها قسما وعظما نجيبوك انت، نشيلوك انت ونجيبوها هي في محلك يا سخل انت. فهمت؟ سمعنا قالوا شلتوا المرة دي، مرة رفعت اسم السودان، اتناضلت ان السودان. ده كلام هنتكلمه، هنعمل له لايفات، كلنا هنقيف مع المرة دي، وكلنا هنصوت لها، وكلنا هنقيف معها، وكلنا هنساندها، وهنجيبها في محلك. في محلك بس هنجيبها في محلك انت ذاتك، ما في محل اي زول. كيتا لك كده وكيتا للقحاطة. عشان نوريكم البل شلتوها وديتوها وين؟ كن رقيتوها من محل هذا وديتوها محل ثاني بترقية اعلى من محل هذا، ما عندنا مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله. ده ما هنتكلم، لكن لو شلتوها برا وديتوها المعاش، لا 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 والله ترجع، كلامنا واضح. ونعمل لها بوسترات والله نجيب لها في اوروبا هنا، الله انت بتعرفنا والله. نحن اللي بيجيب مع السودان ده، اللي بيجيب حق السودان ده زولنا نحن. انت ما احنا شفنا منك حاجه ادريس ولا كامل ادريس ولا كامل شنو ده، انا ما بعرف كده. راح كده بس هنشوف. طيب جيشنا وصل وين؟ جيشنا ماشي كويس. مشتركاتنا وصلت وين؟ ما في صور من المشتركه. اخواننا في المشتركه ما في اي صوره، ما في اي صوره. شغل بسم الله ما شاء الله كتامي فاقر من الاخر، ما في اي صوره، صوره ما في. ويا جماعه الجنجويد شغالين ليل ونهار، بينقلوا الان الامارات بتنقل سلاح لميليشيات الدعم السريع في نياله، في الجنينه، في زالينجي. الطيران ده شغال ليل ونهار، ليل ونهار من دوله تشاد، المعبر بجمهوريه تشاد. للاسف يعني جنوب السودان خلاص قفل واحتفل، جمهوريه تشاد وافريقيا الوسطى، واكثر من 8 محبط الان الطيران شغاله برا، وجزء منها بيجي نياله، وجزء منها في الجنينه برضه محبط برا. سلاح الجو دايرين شغل بالمدفعيه الموجهه، دايرين بالمدفعيه الموجهه الدقيقه جدا، اخمشوا العفن. نمشي قدام. موضوع امريكا ده ما حنتكلم فيه ثاني اكثر من ده، مشكله يعني كفايه، انا شايفه كفايه كفايه جدا. الدنيا دي كلها الان شغاله. وزير الخارجيه الامريكي الرئيس ترامب يهتم بقضيه السودان شخصيا ولا يرسل مناديب.
ما عندنا مشكله، ده احنا ما عندنا في اي مشكله. ما عندنا مشكله فيه، اصلا ما عندنا مشكله. حفظه الله. ما شايفين فرق بينك انت وبين اخونا المشير السيسي؟ حفظه الله. ما في فرق. داير تجي انت بنفسك هاي امسك الملف. ملف ده مر، مر، والله ملفنا ده مر. نحن ما زي العلوج اللي بتشيل منهم قروش 24 ساعه دي. اصل تراوري بوريك، والجدن ذاك بوريك. بوريك داير مصالح، مصالح امريكا. نحن دوله. امريكا قاره، ما يهمني. رئيس امريكا ورئيس السودان، تحياتنا لامريكا حكومه وشعبا. ما بيهمني انا، لا كتارهم، انا ما بيهمني كتار ولا قصار. اسيا مورال مساء الخير. ما بيهمني انا الكلام ده كثير بالمناسبه. انا بيهمني انه الدوله بتاعتي تعمل الحيل الحاجه اللي هي اللي عايزاها يا جماعه. وقع لكم الفهم ده ولا ما وقع لكم؟ القحاطه الكلام ده حارقهم شديد. واو واو واو، والقاعده 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 مالكم مالها؟ دايرين بينا شنو؟ نجيبوا روس، نجيبوا افغان، نجيبوا الهند، نجيبوا الصين، نجيبوا امريكا. ادخل امكم شنو؟ هسي زي خالد سليق وما بعد دخلك شنو؟ انت مالك ومالنا؟ نشوف الجنجويد بتاعكم وين؟ انتوا علاقتكم بين شنو؟ عندكم ما علاقه. واي واي امريكا لازم تجي، واي واي امريكا ما حتجي. بطمنك وبطمن بطنك، في كلام ما حنقوله هسي. هاي البحر واقدر رد لك. محمد قال لك البحر الاحمر حقنا. وعلى كيفنا. اها، نحن ما سوداني، انتم ما سودانيين، شلنا منكم الجنسيه، منفين. لا تراب السودان ما تحطوا فيه رجلينكم الا مجنزرين عشان نوريكم البل. نوريكم انه شعبا هناك الولايه في شغل وسخان جواكم هناك، نظفوا. ما دارين نتكلم فيه كثير، نظفوه. في شغل وسخان نظفوه. اهل البطانه، اهل الفزع، اهل الكرم، اهل الجود، في شغل وسخان هناك نظفوه. اهلنا في نهر النيل، اهل الفزع، اهل الكرم، اهل الجود، في شغل وسخان بتاع قحاطه جواكم نظفوه. يقولوا لنا برا، يقول لنا واحد جديد. ادينا الضربات الجويه ما بدك، ما بدك. نحن قلنا لك كوده يصل لنا فيها الفجر، يصل لنا فيها الظهر بمشيئه الله. كوده عديل، كوده عديل، عديل كذا بالمفتاح. ما فيها ولا طلقه، طلقه ما فيها. والجنجود اللي هناك حيربطوهم ربيط قسما وعظما. وهننزل شبابنا ليل كلهم هناك.
في ناس بيقول لك لا 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 هو عمار كيف؟ انا ما عندي نقد، بس دي الناس اللي انا بعرف. هاي نودوا عمار ونودوا محمد اسمه ده محمد حسين نايب، نمسكوهم كوده. هاي مين كوده ليه كاتب لي نمسكوها لهم. جنوب الكردفون كلها نمسكوها لهم بمشيئة الله. لمنو لأستاذ عمار شك نمسكوها لأستاذ عمار ونايب اخونا محمد حسين. ديل مالهم ديل حرقهم وين؟ جوا قلبهم. ديل مالهم ديل حرقهم وين؟ جوا. ديل اسلاميين. انا ما عندي شغله اولاد البلد ولا اولاد البلد. انا ما عندي قضيه انا بدينك ولا انت تابع لي. انا ما عندي شغل بالمصر. انا ما عندي معك شغله تصلي تصوم انا ده ما مسؤول منه. انا ما مسؤول منه. ربنا يهديني ويهديك بس. انت قاصد شنو كيف؟ ندي الناس حقها. ندي الناس اللي بتستحق نوديهم هم يقودوا المناطق دي الاحرار. لا دول ما عندهم جنسيات. ايوه عشان كده يمشوا يمسكوا البلد دي نحررها ونسلمها لهم. ايوه يا استاذ عمار واستاذ محمد حسين دول انا مرشحهم من هسي. شمار كبير صاحبي. ايوه استاذ عمار ناصر والي جنوب كردفان. ايوه ود البلد وزول مخضرم اكاديمي ناجح نلقوا احسن منه وين؟ وطني ود العز. واخونا محمد حسين واخرين. ديل ناسنا. عديل كده احنا بنقول الكلام ده من هسي. ديل ناسنا وديل الناس الماشيه يعني ما نكذب عليك. ما عندنا زول بيمشي غيرهم. لا ما بدوا اللواء بتاع جيش. ما بدوا اللواء بتاع لا ما كوكو. لا كوكو قاعد هناك. كافي طيار ما موجود. هاي ما مشكله. كافي طيار ده مسكوا الجيش. نعم ايوه نعم نمسكوا الجيش. اما كافي طيار نمسكوا الجيش. ايوه يكون قائد ثاني جنوب كردفان كافي طيار. انا كلامي ده جيب لك ورقه وقلم اكتبه يا صاحبي بمشيئة الله. بمشيئة الله قلت لك. هاي ديل ناسنا يا صاحبي. ديل شبابنا. طبعا الكلام ده هيشيلوا بلابسة الحلو ويمشي امشي جنبوا بهم. كلامنا ده اللي بيمشي. انا ما كلمتكم قلت لكم احنا جايين. لو ما رجعتوا لورا تهيأ من شرفاء الحركه الشعبيه قلنا لكم جايين لكم. انتوا قلتوا كلام ده كده. احنا سجيناكم بالمناسبه. جيناكم. كلامي انا بتاع الميديا البسيطه. جيناكم انا. كلمتكم انا. كلمناكم من بدري. احنا قلنا الحركه الشعبيه تهيأنا لشرفاء الحركه الشعبيه رجالا ونساء كجسم كبير. الحركه الشعبيه حركه الام نحن نحترمها. لكن الناس اللي مشوا مع الجنجويد ما بنحترمهم. ما نكذب عليك. وخرقت الحدنه والاتفاقيه بيننا وبين وزاره الدفاع جمهوريه السودان. وزي ما بنقول لاخونا عبد الواحد ذاته ما خاطر حدنه مع الجيش. هسه بكره خليه يطلع في القناه يقول انا ضد الجيش ده وانا عندي اتفاقيه مع الجيش وانا ضد الاتفاقيه دي. خليتها بنركبه. نعم اقسم بالله نركبه. مع احترامنا لشرفاء حركه الجيش تحرير السودان يعني عبد الواحد ومن احمد النور. عبد الواحد ما قاعد باتفاقيه مع الجيش.
ما شيء معروف ولا دار لي 2 3 يعني. لكن الحركة الشعبية خرقت الاتفاقية خلاص. قلنا لهم مرحب، ما دايرين الحلو، قلنا لهم مرحب. الدايرين شنو؟ قال عندنا ناسنا نسلمكم لا نظيفة، امسكوا اراضيكم. ما جايبين لكم زول لكن نساعدكم في النفير ده. قالوا هيا بنا وقلنا بسم الله ونحن لا انجم كودا.